بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها، أي لما فتحوا المتاع الميرة التي فيها الطعام أرادوا أن ينزلوها ما وصلوا وجدوا أن الثمن قد رده يوسف، فعلموا أنه رده عن قصد وليس عن خطأ أو نسيان، وإنما وضعه عن قصد، أنهم وجدوها في وسط الطعام، أنهم وجدوها في وسط المتاع، وسط الميرة والطعام، وعلموا أنه أراد أن يملكهم إياها، أي أن يجعلها ملكهم لهم، وليس أنها عن خطأ وقعت في الرحال وفي المتاع حقهم فقالوا عند ذلك عندما وجدوا الثمن قد رد، فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم: يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق. أي قالوا ترغيب لأبيهم وحث لأبيهم على أن يرسل معهم أخاهم. قالوا: يا أبانا ماذا نريد بعد هذا الإكرام الذي أكرمنا به عزيز الخازن هو يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمنا به، الذي هو الملك على خزائن أرض مصر، هو يوسف عليه الصلاة والسلام. أي شيء نريد بعد هذا الإكرام؟ وفى لنا الكيل، أعطى كل واحد منا كيله، وفوق ذلك أعاد لنا الثمن على هذا الوجه، أي أنه أعاد بحيث أنهم لا يشعرون أنه ردها إليهم عندما ردها إليهم في مصر. فهذا من مكارم الأخلاق المتضمن للإخلاص، حيث أنه لم يردها أمام الناس عليهم، بل ردها بحيث لا يشعر أحد، حتى هم لم يعلموا إلا بعد أن فتحوا المتاع. قال: هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا، فمرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. أي هذه بضاعتنا، هذا الثمن رد إلينا، وإذا ذهبنا بأخينا فإننا سيكون ذلك سبب لأن يعطينا الكيل، إذا لم نذهب به سنمنع، لن نكتال، منع منا الكيل إلا إذا جئنا بأخينا، فإذا ذهبنا بأخينا صار سبب لأن يكيل لنا، فمرنا أهلنا، أي كلنا لأهلنا، وأتينا بالقوت والطعام الذي هم مضطرون إليه، أنها أكدبت الأرض، وما هناك قوت إلا في مصر. قال: ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير، أي سهل، لا ينالك ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
قال هنا ونحفظ أخانا، أي نحن نحفظه، نذهب به لأجل أن نقتال فقط، ونحن سنحفظه ولن يعني وسوف نحرص على أن ألا يصيبه أذى وألا يصل إليه أذى وفوق ذلك نزداد كيل بعير. الآن هم ذهبوا كم منهم؟ إخوة يوسف كم الذي هم من أبيه؟ 10، فذهبوا 10. قال لهم يوسف عندما ترجعوا ائتوني بأخيكم فيكونوا 11، إذن سيزدادوا كيل بعير، وهذا كيل يسير سهل، هذا سهل لا ينالك ضرر، ما ينالك ضرر، سنزيد كيل بعير ولا ينالك أنت يا أبانا ضرر، أخونا سنحفظه معنا، ولأن المدة لا تطول، نذهب فقط إلى مصر ونرجع، فقط مدة يسيرة، ولعل يعني كانوا هم في أطراف بلاد فلسطين حدود يعني مصر، يعني مسافة قصيرة، نذهب ونكيل ونزداد كيل بعير لأخينا حمل بعير ثم نرجع. ماذا قال؟ قال فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا، وتحلفون بالله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما آتوه موثقهم على ما وأراد قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. بعدما لان يعقوب عليه الصلاة والسلام وجاءوا له بهذه الأسباب التي يعني بها لا بد أن يرسل معهم أخاهم بنيامين، قال لن أرسله معكم ولن إلا بشرط حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفوا بالله حلف مغلظ وعهد ثقيل أنكم ستأتوني به، أي ترجعوه إلي، وأنكم لن تفعلوا به مكروه كما فعلتم بيوسف، معنى كلامي أي كما فعلتم بيوسف عليه الصلاة، إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم لا تقدرون عليه، أمر فوق طاقتكم، فيؤخذ بنيامين منكم، فهذا يعني أنتم معذورون، معنى كلامي أنكم معذورون، إذا جاءكم أمر فوق طاقتكم فأنتم معذورون، لكن إذا لم يأتكم أمر فوق طاقتكم فلستم بمعذورين. فلما آتوا موثقهم جاءوا له بما قال من الأيمان، وأراد من الأيمان المغلظة، حلفوا بالله أنهم سوف يعني يفعلون قدر استطاعتهم في حفظ أخيهم وبأن يردوه إليه إلا بأمر فوق طاقتهم، إلا إذا جاء أمر فوق طاقتهم. عند ذلك قال الله على ما نقول وكيل، بعد أن أتوه بموثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته، تكفينا شهادة الله وحفظه وكفالته. ثم لما أرسله معهم وصاهم، بعد أن خلاص قال أخذوه سينطلقون إلى مصر وسيذهبون إلى مصر، قال وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب، وإلا فما أغني عنكم من الله شيئا. فالمقدر لا بد أن يكون إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، وعليه فليتوكل، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع، عليه توكلت أي اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب، وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب.
بعد أن يعني أتوه بالعهد والميثاق، فأرسله معهم، وقبل أن يذهبوا أوصاهم بهذه الوصية أبوهم، قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد، من مكان واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني 2 3 1، كل واحد لوحده، تفرغوا، لا تدخلوا وأنتم مجتمعون. لماذا؟ لأنه خاف عليهم العين، كما ذكر العلامة السعدي هنا، وذكر غير واحد من أهل التفسير أنه خاف عليهم العين لكثرتهم 11، ولبهاء منظرهم، يعني فيهم جمال. فيوسف عليه الصلاة والسلام أخوهم، أجمل خلق الله، من أجمل خلق الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء إخوته سيكون أيضا فيهم جمال. فقال لهم أبوهم خوفا، قال لهم أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، خوفا عليهم من أن تصيبهم العين. ومن هنا تؤخذ فائدة أن الشيء إذا كان فيه جمال أو فيه يعني حسن منظر، فخيف عليه من العين ألا يظهر أمام الناس، يعني ينبغي أن تجتنب الأسباب التي تأتي بالعين. مثالها الآن في هذه، يعني مع وجود هذه يعني التصوير، أن يصور العبد طعامه ولباسه، ما يلبس وما يأكل، يصور كل شيء، يصور وينشره، بعضهم لربما في يعني اليوتيوب. لماذا تنشر مثل هذا؟ الناس لها أعين، هذا أمر. وأمور أخرى يعني هذا فتح الله عليك، قل الحمد لله، احمد الله، لا تتباهى، هذا ليس بقوتك ولا بقدرتك، هذا فضل منا من الله ونعمة من الله عز وجل عليك، احمد الله، لا تتباهى أمام الناس. لماذا تنشر مثل هذا؟ أصبح الناس يتباهون الآن يعني بأي شيء، ليس فقط في الطعام، في اللباس، في يعني البيت وغير ذلك، فيصور وينشر، ثم بعد ذلك بعد فترة يصيبه مرض، أو لا أحد أولاده، أو يعني زوجته، أو يصاب بمصيبة يذهب ماله، أو يعني يذهب بعض ماله، يقول: من أين هذا؟ أنت السبب. لعلها وصلت إلى رجل فقال: هذا جميل، هذا عنده مال، ما يقول ما شاء الله، ما يقول بارك الله. العين حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يقول: أنا يعني هذا أريد يعني أن يراه الناس، أريد أن أتحدث بنعمة الله. هذا ما هو بالتحدث بنعمة الله، هذا ما هو من التحدث بنعمة الله. ليس التحدث بنعمة الله أن تصور الشيء وترسله وتتباهى أمام الناس. التحدث بنعمة الله أن إذا سألك تقول: الحمد لله، أعطاني الله، هذا من فضل الله، ترد النعمة إلى الله، إلى مسديها. إذن فمن هنا يؤخذ فائدة، وسيذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، أنه ينبغي على العبد أن يبتعد عن أسباب العين. فيعقوب رأى أنه من أسباب العين أن يدخلوا مجموعة، فقال لهم: تفرغوا، لا تدخلوا من باب، وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم قال: وما أغني عنكم، أي من فعل هذا السبب، هذا فقط سبب، ولا راد لقضاء الله،
ولا معقب لحكمه. وما أغني عنكم من الله شيئا، إن أراد الله شيء فيعني ما ينفع هذا السبب، ما ينفع هذا السبب. العبد مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، لكن القضاء والقدر وإن فعلت يعني بعض الأسباب قد يحصل. فلذلك قال وما أغني عنكم من الله شيئا، فالأمر أمره والقضاء قضاؤه، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فيكون. إنما أنا أفعل بالسبب الذي أمرت به، الذي أمرت به، أن يعمل العبد بالسبب. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فبالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.